السلام عليكم، واش راكم؟ لاباس؟ غايه الحمد لله، انا راني بخير وانتم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بهاد لا فيديو تاع يعني اغذيه صحيه في المقلاة الكهربائيه. جيت نوريكم كيفاش تستعملوها وكيفاش تاكلوا اكل صحي ماشي معمر بالزيوتات. هنا كما شفتوا راح نشوي فيها الفلفل. كما شفتوا حطيت الفلفل تاعي لهنا باش تحافظي على المقلاة تاعك وتقعد لك نظيفه وما تعفنلكش. حاولي انك طيبي فيها بالبابي كويسون باش تقعد لك نظيفه. هنا كما شفتوا حطيت فيها الفلفل تاعي، كنت دهنته دهنه خفيفه بالزيت. وهنايا راح نريقليها قدامكم كيفاش طيبوا فيها الخضره، يعني باش تشوي الفلفل كيفاش تشويه. لهنا كما شفتوا على ربع ساعة درجة حرارة 160 درجة باش تشوي لك الفلفل. ولا هنا بعد ما خليتها ريقليتها وخليتها، هنا جيت نحضر معاكم يعني تتبيله تاع الدجاج. هنا ما راش الهدف تاعي تتبيله تاع الدجاج، وانما الهدف تاعي اني نوري لكم المقلاة الكهربائيه هذه كيفاش تشوي لك الدجاج بدون ما تستعملي الزيت بزاف. هنا كما شفتوا راني سكرفشت الثوم تاعي. ونشكر بزاف مشتركين جدد اللي دخلوا القناه، نقول لهم مرحبا بكم ويعطيكم الصحه وربي يخليكم ان شاء الله. وهنا ضفت له شويه معدنوس. يعني هاد التتبيله يجي بزاف بها الدجاج مليح. نقول لكم يعطيكم الصحه بزاف على التعليقات، نشكركم بزاف. اللي ما راش مشترك في القناه يشترك. هنا كما شفتوا درت 2 مغارف تاع زيت فقط، كما تقدري تكتفي بمغرف واحده. شوفوا هنايا درت مغرف تاع قارص، كنت هنايا عصره القارص درت مغرف. لهنا درت زنجبيل. بالنسبه للتوابل عندي زنجبيل، فلفل كحل، كركم، فلفل عكري احمر. نقولكم يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم وربي يجازيكم كل خير ان شاء الله. اللي ما راهش مشترك في القناه يشترك فضلا وليس امرا، وفعل زر الجرس باه يوصله كل ما هو جديد ان شاء الله. وهنا ضفت لها قليلا من القزبر. نخلط التتبيله تاعي مليح. هنايا ضفت قليلا من الزعتر، يعني الدجاج مشوي يجي بزاف شباب بالزعتر. ومكعب واحد تاع جامبو كما تقدري تستغني عليه وديري الملح. هنا خلطت التتبيله تاعي مليح وضفت لها قليلا من الماء في التتبيله، يعني شويه برك حوالي مغرف يعني تاع ماكله كبيره. هنا نحط اطراف الدجاج تاعي في التتبيله هذيك. هنا راح نستعمل يدي باش ندخل التتبيله مليح في اطراف الدجاج هكذا. هنا نغطي الدجاج تاعي ونخليه بالتتبيله هذه باش يتشربها مليح. ونروح نشوف معاكم الفلفل اللي درناه يتشوى. شوفوا هنايا عنده ربع ساعه، شوفوا كيفاش شوات، والله يبارك. شوفوا ما شاء الله، يعني تنقصي الزيت على جيبك وتنقصي على صحتك في نفس الوقت. كما تعرفوا راه عندنا ازمه تاع الزيت، كل خطره تجينا ديك الازمه تاع الزيت وينقص ويولي غالي ويولي ما كانش شيتو. اما لا الواحد كما يقول لك يزير روحه شويه، يشري لافريتوز هذه ويهني راسو. ولا هنا كما شفتوا راح ندير فيها، درت فيها الخضره. هنا بعد ما طابت الخضره تاعي نحيتها وبدلت ورق الطهي وحطيت فيها اطراف الدجاج هكذا. ولا صوص اللي بقات في الطوبسي كامل حطيتها فوق هذاك الدجاج.
بالنسبة للخضرة تطيب في ربع ساعة على 160 درجة، وبالنسبة للدجاج راه يطيب في 25 دقيقة 200 درجة. هنا شوفوا الله يبارك كيفاش حمراتو، يخرج بزاف مليح وبزاف بنين. شوفوا الله يبارك. انا صراحة ساعدتني بزاف في الكوزينة. ولهنا نحيت البابي هذاك ودرت بابي جديد وراح ندير فيها لي فخيت. هنا لي فخيت كما راكم تشوفوا درتهم بدون زيت، تحبي ديري مغرف زيت تحبي ما ديريش انت حره. انا ما درتش فيها الزيت الفخيت. بالنسبة للفريت كذلك الوقت تاع الطهي تاعها الطيب في 15 دقيقة على 160 درجة. عفوا على 20 دقيقة 200 درجة عفوا. ولا هنا كما شفتوا هذا هو الشكل النهائي تاع الخضار تاعنا والدجاج اللي كنا طيبناه. شوفوا ما شاء الله تجي محمرة يعني بدون ما تستعملي المقلاة. هنا نقول لكم اتهلاو في رواحكم الى فيديو جديد ان شاء الله. سلام.